مساء الخير. ازيك؟ في سيستم جديد احنا من النهارده بدانا ان احنا نتبعه، هيبقى عامه في اكتر من جيم في مصر، وبالانس اول واحد بدا ان هو يطبق الموضوع ده النهارده. بص حضرتك ممكن تقرا الاقرار ده وتمضي لي عليه. معلش ينفع بس تشرح لي يعني ايه؟ اشرح لك ماشي. اقر انا انه اذا لم اتمكن من الحصول على كرش في خلال اسبوع من الان سوف يتم الغاء عضويتي في بالانس جيم او دفع غرامه قدرها 5000 جنيه. الكرش بقى مده 2015 تمام. فالجيم هنا ومش بالانس بس بالانس اول الجيمات المنفذه لده بداوا يتبعوا نظام ان هيبقى في مده الكرش في الجيم. كرش؟ كرش ايه؟ الكرش يطلع لك بط. انا مش عايز كرش، انا عايز انزل من كرش. لا ما حضرتك الموضوع ما بقاش يعني لما الجيم بتاعك اعتمد ده فالموضوع ما بقاش اختياري ليك. انت عارف ان طب الجيم اعتمد الموضه دي وهو الممبرز هيمشوا عليه وده بالعافيه، ومحدش هيخش الجيم غير لما يمضي. عافيه يا عم ترى الكلام جد. طيب بهزر والله بجد انت بتهزر ولا؟ احنا بدانا نغير خلاص كل الترينرز عندنا هنا. كله بقى بكرش دلوقتي. طب انا بص ممكن اجيب لحضرتك حد من الترينرز يتكلم معاك. عايز اتمكن من كابتن محمح، كابتن ميشو، كابتن احمد الياباني ممكن تتفضل. كابتن احمد الياباني بندخلك كابتن محمح كبير المدربين جوه. مش انا هو. انا هنا مدرب الكروش في الجيم. فكره سوالي كتير غلط. دلوقتي الموضه بتاعت الصيف ايه؟ الكرش بس انا مش عايز. حلو قوي. مش عايز اتبع مش عايز يا فندم، مش تقدر تكمل معانا بس يعني كده على طول. بس كده على طول. ماله الكرش؟ هو اللي ماله الكرش؟ طب معلش ثانيه يا كابتن احمد. كابتن احمد عصبي. كرش ايه بتاعي؟ ماشي في الكرش خالص. انت ايه مشكلتك انك يطلع لك كرش؟ انا مش عايز يطلع لي كرش. ليه يا باشا؟ ماله كرش؟ انا حاولت، انا مش عايز يطلع لي كرش، انا عايز افضل رفيع. حضرتك لا ده الموضوع ده مش اختياري، ده موضوع اجباري. يا كده يا حضرتك ما بتمرنش اصلا وما بتخش الجيم. بس باخد راي بابايا بس. تاخد راي مين يا حبيبي؟ بابايا. انك تطلع بابا؟ كرش؟ طب خلاص يعني ما ينفعش. خد بالك. لما الاجانب بره يكون عندهم كرش ولا ماليش انت دعوه ما عندكش بالأجانب. كرش، أنا ماليش دعوة يقولوا عليه ايه بقى على بالأجانب. المصريين؟ ماليش دعوة بالأجانب. يقولوا ايه على المصريين؟ يعني إيه ماليش دعوة ما بالأجانب؟ بيتعلموش من ثقافه بره. انت دلوقتي ترضى ان الاجانب بره يقولوا المصريين مش متابعين الموضه العالميه؟ انت مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ طبعا مقتنع. انت متخيل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ متخيل. ما ينفعش ازيد، ما ينفعش تزيد. الدخن على القلب غلط اصلا عامل عمليه ثقب في القلب. يعني انت مش عايز يطلع لك كرش؟ كابتن احمد افترضنا هو عايز يطلع له كرش، انت بتزعل ليه؟ لا هو مش عايز. انا مش عايز اللي انت بتعمله ده، هو مش بالعافيه. انت بتشرح لي طيب؟ انا مش هوحلكش، اصل حضرتك عمال تحط لي ايدك وتعايب عليا والجو ده يعني. انا بعيب عليك؟ ايوه. احلف بالله. امال ليه انت بتقول لي انت ايه جسمك ده ومش جسمك ده والجو ده؟ لا انا بقول انت جاي ليه؟ انت عاجبك جسمك كده؟ هو انت مستقل بيا ليه يا كابتن؟ يعني حضرتك هو كان جاي لنا على اصلا فكره من فرق اللي انت شايفه ده انا مش عامله بين يوم وليله، ده في 5 ايام. صندوق كبير هيعمل كرش زي الفل. كبيره. تقل طيب دي الحاجات يا فندم اللي مش طبيعيه، احنا هنديك حاجات طبيعيه جدا. انت هتحتاج ان شاء الله التمرين الجايه تجيب معاك لبن حمير. الكاميرا الخفيه دي ولا ايه يا عم؟ الكرش ايه ومت الكرش ايه يا عم؟ يبقى في ايه؟ الكاميرا الخفيه انت ايه اللي عصبك كده؟ مش لبن حمير يا عم، انت بتهزر؟ شايف لي جبنها؟ ممكن ثانيه. كابتن احمد ممكن ثانيه. السندوتش ايه ده؟ تعالى فاضي. ممكن قطمه؟ كمل يا كابتن ما احمد. تاخدش مكاني ها؟ يعني لو ما طلعته في اسبوع ايه اللي هيحصل؟ هتاخد 5000 جنيه وهتكون معانا هنا عضويه كامله. خلاص ده بخلاف ان في سحب سنوي على عربيه لانسر ماتسوبيشي لانسر 2002. هو بس في اختبار عشان نقيس بس مساحه بطنك. ايه في ايه؟ ده اول مره يطلع الرقم ده. في كام؟ 25. لا، احنا بتهزر. هنضطر ان احنا ناكله بتاع ده لا مخاصي. بتهزر. لا طب معلش اتاكد كده تاني. قاسي. ماشي. كتر فين؟ ممكن بس اقيس بس معلش بعد اذنك. ايه ده؟ ايه يا كابتن؟ انت لما تيجي تقيس قطر حد تقيسه بدوت. انت تعرف القطر ده فين؟ قال لك القطر ده فين؟ سيبه. دوس بقى. دوس. هوبا. تاني. هوبا.
برافو ارجع في وشه تاني هوبا. بس الله عليك. امسك كده وسطك. تمرين النحله يا كابتن احمد. ما هو النحله اهو. لف لف اكتر. لا 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 لف زي ما انا. لا ده ليها زاويه. اه لف. هتقيس لي مين يا حبيبي؟ يا حبيبي يعني ايه تقيسه ليا؟ ايه يا عم انت بتحزني؟ بقول لك ايه، مش بنهزر خالص. بص كده انت ما بتتكلمش خالص، انت مش معانا اصلا. الاستاذ بيلفني وهيتخانق، والاستاذ واقف معايا سيدنا بوسو واحكي لي على المشاكل اللي عندي، وحكيت له على المشكله بتاعت زوزو. عامل ايه اخبارك ايه؟ عارف ايه؟ عارفك. طيب شكرا. احمد الياباني. ايوه كابتن احمد الياباني صح؟ الياباني اي حاجه كوميكس بتاع اللي هو كده ويشتغل الناس وحسبي الله ونعم الوكيل. انت يا كابتن اترفضت من العرض والحمد لله مش هتقبل فيه وان شاء الله هتخس وربنا يقويك على الخسسان. لا انا عارف ان هو اصلا انت عارف انا حاسس ان هو